مساء الخير على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنزين مع بعض النهارده تورته مقاس 22 بطريقه سهله جدا للناس المبتدئه. يا ريت كلنا نكمل الفيديو لغايه الاخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بلايك واشتراك. يلا نروح مع بعض على التزيين بتاع التورته بتاعتنا. اول حاجه طبعا قبل ما اعمل اي حاجه بنكون محضرين الكيك بتاعنا. بنخبز مثلا الكيك من بالليل ونشتغل في الكيك بتاعنا تاني يوم. اول حاجه انا جبت بقى الكيك بتاعي، خبزته. انا عملت معاكم كتير في فيديوهات الكيك، فما حبيتش بس ان اطول عليكم الفيديو واخلي الفيديو ده بس مجرد تزيين للناس المبتدئه. تمام. وهنقول مع بعض المقادير بتاع الكيك برضو. اول حاجه انا بخبز 350 جرام دي سبونج جاهز او 500 جرام حسب ما انت تحبيه. وبعد كده هو بجيب 3 بيضات ومعلقه فانيليا، معلقه محسن سوري وربع معلقه فانيليا. وبعد كده بنحط ربع كوبايه ميه او تلت كوبايه ميه. بنشغل عليهم العجان لمده من 8 دقايق ل 10 دقايق. اول ما الخليط بيبدا يتقل ببدأ أحطه بقى في الصينية بتاعتي. فيستحسن يكون مثلا عندك صينيتين قد بعض أو حلة وصينية، يعني حسب المتاح عندك. ده بالنسبة للتورتة بتاعتنا. وفي معلقة محسن دي بتبقى اختيارية، حبيتي انت تحطيها تمام، مش حابة مفيش أي مشكلة، بس هي بس بتضاعف الكمية معاكي وفي نفس الوقت بتدي طراوة حلوة جدا للكيك بتاعنا. بعد ما أنا خبزتهم، ده بقى كان عندي تاني يوم فبدأت أشتغل فيهم. بعد كده هو بدأت أقشر الوش كويس جدا من على الكيك الفانيليا. أنا كنت مقشرة كيك الفانيليا وبعد كده قشرت معاكم اللي هو بالشوكولاتة. قسمناهم بالمنشار، كل صينية كيكة اتقسمت معايا على جزئين. تمام. لو انت حابة تعملي المقدار كله في صينية واحدة تمام، بس انا تملي زي ما بقول لكم في فيديوهاتي كلها ان انا بحب اقسم الكيك على يعني على صينيتين، بحيث ان هو بيديني ارتفاعات طبقات اعلى وفي نفس الوقت بتديني كمية حلوة جدا في الكيك بتاعتي. تمام. يعني انا خدت 4 طبقات اهمت، وكمان يعني في طبقة ممكن استخدمها في اي حاجة تاني. هنقسم الكيك اللي هو بالشوكولاتة الجنب، بصوا اداني 4 طبقات، والكيك اللي هو بالفانيليا هنقسمه برضو 4 طبقات. بصوا الارتفاع بس بتاعهم قبل ما نشتغل فيهم حلو جدا. تمام. بعد كده بجيب بورد بقى بتاعي اللي هو مثلا مقاس اكبر من الكيك بتاعنا. ببدأ بقى اجيب كريمة، بكون محضرة الكريمة بكون ضربها كويس جدا. وبعد كده هو ببدأ ازين الكيك بتاعي. بجيب لكل كوباية كريمة عليها كوباية مية ساقعة متلجة، وحوالي مثلا ربع كوباية سكر. وبضيف كمان ممكن تحطي اللي هي الكريمة باستري او معلقتين لبن اللي هو البودر. تمام. بعد ما بنضرب الكريمة وبنكون مخلصينها بنبدأ بقى نحشي التورتة بتاعتنا. اول حاجة فردت طبقة كريمة على كيك الفانيليا، وهكون محضرة برضو لكيك الشوكولاتة اللي هو كريمة بالشوكولاتة، وهنطعمها بجناش. التورته دي طبعا كانت مطلوبه مني فحبيت اعملها معاكم كده بس اجيب لكم التزيين. ممكن اي حد يقدر يعني يستفاد حاجه وممكن ينفذ. يعني ابسط تورته ممكن انت تقدري تعمليها، يعني هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. الكيك طبعا احنا لو انت حابه نص فانيليا ونص شوكولاته هتعملي الطريقه دي هتسهل معاكي كتير جدا. يعني بدل ما انت تخبزي الاتنين في صينيه واحده، لا اقسمي المقدار على مرتين وهيجيلك، يعني ما تقسمي المقدار على مرتين هتطلعي 4 طبقات حلوين جدا. وفي نفس الوقت الكيك ما بيبقاش جاي على بعضه، يعني ما بتحطيه بس في صينية واحدة. طبعا بيبقى الكيك احيانا بيبقى في فرق بينهم وبين بعضهم. تمام. بفرد بقى طبقة الكيك اللي هو بالشوكولاتة. انا كنت مطعمة الكريمة بالجناش الشوكولاتة. تمام. وبعد كده بدأت احط طبقة تانية بالشكل دوت. اهم حاجة نضغط يعني ضغطة خفيفة جدا واحنا بنحشي الكيك بتاعنا عشان الطبقات بتاعتنا تبقى كويسة. بعد كده بفرد الكريمة بتاعتي بالشكل دوت. لو في اي يعني اي كريمة متبقية في الجوانب افرديها عادي عشان تبقى معاكي الكيكة يعني متساوية ومظبوطة.
بعد بقى ما بنفرد الكريمة اللي هي بالشوكولاتة، اهم حاجة بقى يعني انت كده عملنا في التورتة دي عملت 3 طبقات، وكمان اتبقت معايا طبقة. فبعد كده هو لقيت الارتفاع بتاعها حلو جدا، فما استخدمتش الطبقة الأخيرة. انت لو حابة تحطي ل4 طبقات اللي يعجبك خالص، عشان اجلس التورتة ويبقى يعني الجوانب بتاعتها يعني تبقى متساوية وتبقى حلوة. بنجيب كريمة في كيس اللي هو القمع العادي بتاعنا ده، وبعد كده ببدأ أملاه، وبعد كده بعمل بيه الجوانب بالشكل ده. التجليس بتاعي بيبقى مظبوط جدا وما بياخدش وقت برضو معاكي. تمام. لو انتي برضو حابة تستغني عن الكيس اللي احنا بنعمل بيه اللي هو بتاع القمع يعني بتاع الحلويات او بتاع الكريم شانتيه، ممكن في كيس عادي خالص اللي هو اكياس السندوتشات. بعد ما بنجلس ويبقى معانا التورته بالتجليس دوت، بنحطها في التلاجة او في الفريزر حوالي مثلا ساعتين. وبعد ما بنحطها في الفريزر بنبدأ نخرجها، بنكون محضرين الجناش بتاعنا. وبعد كده بنبدأ نفرده على التورته بالشكل دوت. والجناش بتاعنا سهل جدا وبسيط، عبارة عن مثلا مكعبين من الشوكولاتة، اي شوكولاتة انت ممكن تستخدميها. بتضيفي عليها حوالي ربع كوباية لبن او مية مغلية. بعد ما بتغليهم بتحطي فيهم الشوكولاتة، وبعد كده ممكن يعني حابة ان انت تستغني عن خطوة الكريمة. تمام. يعني في ناس بتحب تضيف معلقتين كريم شانتيه او 3 معالق كريم شانتيه، وبعد كده بتقلبهم بربع كوباية زيت، وبعد كده بننزل بالشوكولاتة الخام. تمام. بعد كده بقى بنسيبهم لغاية ما يبردوا خالص. وبعد كده بنفرد عليهم الكيك بتاعنا بالشكل دوت. يعني بنفرد طبقة الشوكولاتة بالشكل ده. بظهر معلقة كده حبيت اعمل دريبات عشوائية، بدأت اعملها يعني يعني ما حبيتش اعمل بكيس والكلام ده كله، حبيت بس اعمل حاجات عشوائية. بعد كده جبت القمع اللي هو النجمة اللي هي الوردة الملفوفة، وبدأت أعمل بيها تزيين وردات بالشكل دولت، يعني بالشكل دوت. وبعد كده بنزين اللي هو الورد الصغنن جدا اللي هو بيبقى على شكل ايه، شكل نجمة. انا بديكي افكار، وممكن انت تقدري خلال التورتة دي تاخدي اي فكرة تنفذيها على اي تورتة انت بتعمليها. تمام. بعد كده بدأت استخدم اللي هو النجمة الصغيرة بالشكل دوت، بلف حوالين التورتة كلها، بتدي في نفس الوقت شكل حلو معايا للتورته. بعد ما انا عملت بقى الكريمه كلها لفتها بالشكل دوت. هو ده هو نفس القمع، بس ايه النجمه الصغيره، يعني انا بحاول اتحكم في الورده اللي كانت كبيره او صغيره. تمام. بعد كده بقى حبيت اعمل اللي هي النجمه برضو الصغيره كده، تدي شكل على يعني في الجنب، يعني بحيث ان انا ما اعملش الجوانب كلها اللي هي الوردة الكبيرة. تمام. بعد كده بكون محضرة بقى اللي هو الورق الترانسفير. هاتي اي اشكال موجودة عندك، ممكن تعملي بيها اي اشكال تزيني بيها، هتدي شكل حلو جدا معاكي. جبت اللي هي الشوكولاتات الكريسب، حبيت احط بين الوردة كده هوت في النص الكريسبات بتاعتي، فهتدي شكل حلو معانا في للتورته. يعني ممكن تحطي تكتبي اي حاجة انت عايزاها في النص بالشكل دوت، يعني بدل ما انت تحطي شوكولاتات ممكن تكتبي. بس العميلة بتاعتي كانت حابة ان احنا نحط شوكولاتات في التورتة كده في النص التورتة. تمام. فبدأت اعمل اللي هي الشوكولاتات اللي هي بتبقى بتيجي في قوالب سيليكون. ادت شكل بسيط جدا، وفي نفس الوقت ادت شكل حلو للتورته. فطبعا انا بديكي افكار واللي يعجبك اعمليه. تمام. بعد ما خلصت بقى تزيين الوردات بالكريسبي بالشكل ده، دي بقى اللي هي الشوكولاتات اللي قلت عليها. وعملت اللي هي الشوكولاته كده بالجوز الهند، تدي برضو حلو شكل حلو للتزيين معايا. يعني ممكن تحطي اي تزيين يعجبك، هيدي شكل حلو جدا للتورته بتاعتك. بصوا انا عملت اللي هي على شكل شباك، اللي هي الشوكولاته على شكل شباك.
عملتي بقى بالشكل دوت. شكلها كان حلو جدا. وبكده بقى تورتة النهاردة خلصت. يا ريت يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.